يبدأ درامانا مع صوفي بنت البطلة في قصتنا. كانت جالسة وسط عائلتها، لكنها كانت غارقة تماما في أفكارها ولم تكن تنتبه لأي شيء حولها. فجأة شعرت بشيء صادم، إذ أدركت أنها قد عادت بالزمن إلى الوراء. اليوم هو اليوم الذي يجب أن تختار فيه بين العيش مع والدتها لورا وزوجها ريتشارد كول، أو العيش مع والدها توماس وإخوتها. في حياتها السابقة اختارت العيش مع والدها، لكنها عانت كثيرا بسبب أختها أوليفيا التي كانت دائما تكذب عنها وتلومها على أشياء لم ترتكبها أبدا. كانت تسبب المشاكل وتجعل الجميع يصدق أن صوفي هي المسؤولة عن كل شيء. ومع مرور الوقت بدأت العائلة كلها تكره صوفي، والشخص الوحيد الذي كان لطيفا معها ولم يصدق الأكاذيب كانت والدتها لورا. بسبب هذه الذكريات المؤلمة قررت صوفي هذه المرة أن تتخذ قرارا مختلفا، فاختارت أن تعيش مع والدتها. عندما سمع إخوتها نوح وويليام عن قرارها غضبوا بشدة واتهموها بالطمع، وقالوا إنها تريد العيش مع والدتها فقط لأن ريتشارد كول رجل أعمال غني جدا وأنها تهتم بالمال فقط. واصلوا إهانتها وإزعاجها حتى غضبت والدتهم لورا ووبختهم وأخبرتهم بوضوح أن صوفي اتخذت قرارها ولا يحق لأي منهم أن يمنعها، وعليهم أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم. في منزل ريتشارد كول نلتقي بأبنائه الثلاثة. الابن الأكبر ألكسندر هو المسؤول عن إدارة أعمال العائلة كلها، وهو جاد ولا يحب التصرفات الطفولية. على العكس منه إخوته الأصغر دانيال وكريس أكثر مرحا واسترخاء، يحبون المزاح والضحك لكنهم طيبو القلوب، ومع ذلك لم يكونوا سعداء بزواج والدهم ولا يحبون فكرة عيش صوفي معهم، ويعتقدون أيضا أنها طماعة وتريد المال فقط، ويظنون أنها مغرورة وغير جديرة بالثقة. عندما وصلت صوفي ووالدتها إلى المنزل رفض ألكسندر الخروج لاستقبالهما، بينما اضطر دانيال وكريس للخروج مع والديهما لاستقبال الضيوف. ورغم أنهم لاحظوا أن صوفي تبدو بريئة ولطيفة، إلا أنهم قالوا إنهم لا يمكنهم الوثوق بها بسرعة وظنوا أنها قد تتظاهر بالطيبة. لاحظت صوفي أيضا أنهم لا يحبونها على الإطلاق، لكنها بدلا من أن تفقد كبريائها وتغادر بقيت هادئة وأخبرت نفسها أن حتى لو عاملها الآخرون بشكل سيء فلن يكونوا أشرس من إخوتها الحقيقيين. وبسبب ذلك اتخذت صوفي قرارا هاما، وهو أن تعمل على تحسين علاقتها معهم وتغيير مستقبلها للأفضل. قامت صوفي بالدخول إلى غرفتها بمساعدة والدها ريتشارد. كانت الغرفة أكبر غرفة في المنزل، وقد تم إعادة ترتيبها بالكامل وتزيينها بقطع أثاث جديدة وجميلة. شعرت صوفي بسعادة كبيرة وشكرته بحرارة، وكانت ممتنة جدا له على هذا الاهتمام. في نفس الوقت كان دانيال وكريس يراقبان كل شيء خلسة. لم يستطيعا فهم سبب قيام والدهما بمعاملتها بهذه الطريقة الخاصة، والأمر الذي زاد من انزعاج كريس هو أنه كان يود الحصول على هذه الغرفة منذ عام كامل، لكنها صوفي التي حصلت عليها فغضب أكثر. في تلك الليلة استيقظت صوفي من كابوس مخيف كان أحد إخوتها من حياتها السابقة يسيء إليها فيه. خائفة نهضت لتذهب إلى المطبخ للحصول على كوب من الماء، وبالصدفة صادفت ألكسندر، وعندما رآها ذهب بنفسه ليحضر لها الماء دون أن يقول أي كلمة، وقدم لها الكوب وعاد إلى غرفته بهدوء. في اليوم التالي رأينا نوح أحد إخوتها يصرخ في الآخرين لأن ملابسه كانت متسخة. نسي تماما أن صوفي قد ذهبت إلى مكان ما، فغضب وأراد أن يوبخها على عدم غسل الملابس بشكل صحيح. تذكره أوليفيا بذلك، فاقترح أن ينادوا صوفي لتأتي وتنظف المنزل. في النهاية فعلوا ذلك، لكن صوفي فكرت جيدا وقررت عدم الذهاب. ومن خلال حديثهم عرفنا أن صوفي كانت ضائعة عندما كانت طفلة، وربتها عائلة بسيطة جدا في الريف، ولهذا السبب لم يحبها إخوتها بالتبني أبدا، وغالبا ما كانوا يعاملونها بقسوة رغم أنها كانت أختهم بالتبني. في الوقت الحاضر كانت صوفي تتناول الإفطار مع ريتشارد، وفجأة أخبر كريس أن صوفي من الآن فصاعدا ستذهب إلى المدرسة معه في نفس السيارة، وستستمر في دراستها حتى تتخرج من الجامعة. شعرت صوفي بسعادة غامرة، ففي حياتها السابقة لم يسمح لها والدها أبدا بالاستمرار في التعليم مثل إخوتها الآخرين. وفي نفس الوقت بدأ كريس يشعر بالغيرة منذ تلك اللحظة. لم تعجبه كل الاهتمام التي كانت تحظى به صوفي، وبدأت الغيرة تتسلل إلى قلبه من ذلك الحين. بدأ والد صوفي ريتشارد يعاملها كما لو كانت ابنته الحقيقية وليس مجرد زوجة ابنه بالتبني. في البداية لم يكن يريد أن ترافقه، لكن بعد قليل من الإقناع لم يستطع أن يرفض لها طلبها. وعندما وصلا إلى المدرسة شاهد ألكسندر في انتظارهما، فقد كان هناك لإنهاء إجراءات تسجيل صوفي. تركهما لوحدهما وذهب مباشرة إلى صفه.
في كل مرة كانت صوفي ترى ألكسندر من قبل كان يبدو دائما صارما وجادا، فكانت تعتقد أنه شخص شديد الصرامة وبارد، وقررت أنه من الأفضل تجنبه تماما. وعندما وصلت إلى مكتب المدير حاولت أن تمشي بنفس سرعة ألكسندر، لكنها اصطدمت به عن طريق الخطأ. خفضت رأسها متوقعة أن يوبخها. لاحظ ألكسندر خوفها فسألها إن كانت خائفة منه، فأجابت صوفي بلا وهي تهز رأسها رغم أنها كانت متوترة. لم يقل ألكسندر أي كلمة وابتعد بهدوء. وعندما دخلت صوفي صفها رأت أوليفيا التي كانت تدرس في نفس المدرسة. شعرت أوليفيا بالانزعاج لأن صوفي عادت لمواصلة دراستها. زاد غضب أوليفيا عندما رأت صوفي جالسة بجانب كريس الذي كان في نفس الصف أيضا. حاولت أوليفيا استغلال اللحظة وهمست بإهانات لصوفي، وقالت لها إن شخصا مثلها لا فائدة منه ولا ينتمي إلى صفهم. ولحسن حظ صوفي لم يكن كريس نائما بالكامل وسمع كل شيء، فوقف فورا ووبخ أوليفيا. وفي تلك اللحظة نتعلم أيضا أن صوفي قد عادت بالزمن. في حياتها السابقة اختارت العيش مع والدتها معتقدة أنها ستحصل على مال ريتشارد، لكن في النهاية لم تنل شيئا ولم يحترمها أي من أبناء ريتشارد. هذه المرة اختارت صوفي العيش مع والدها وكانت سعيدة بقرارها. وعندما رأت صوفي كريس يدافع عنها ولاحظت اهتمامه بها بدأت تنظر إليه بشكل مختلف، فقد لم يتصرف هكذا معها من قبل. ولتثيره قليلا قررت صوفي أن تتصل بدانيال وذهبت لقضاء فترة الاستراحة معه بدلا من ذلك. لم يستطع كريس شرب العصير الذي أحضره، فقرر أن يعطيه لصوفي. لم يكن يريد رميه، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يهتم به كثيرا. لاحظت أوليفيا اهتمام كريس بصوفي، فزاد شعورها بالغيرة أكثر وأكثر، ولومتها على نفسها لأنها لم تختر العيش مع والدتها في الماضي، فهي كانت تعتقد أنه لو فعلت ذلك لكانت كل الرعاية والاهتمام من نصيبها وليس صوفي. وعند نهاية يوم مدرسة لم يكن كريس في الصف. أرسلت صوفي رسالة إلى دانيال تخبره بأنها تعرضت للمضايقة، وعندما وصل تظاهرت بالبكاء. غضب دانيال من صوفي وحاول ضربها للمرة الثانية، لكن كريس وصل في الوقت المناسب وأوقفه، وبسبب خوف دانيال غادر هو ونوح معا. لم تغفر أوليفيا لصوفي بعد، ولاحقا وصلت هي وأصدقاؤها مضايقتها. وعندما رأى دانيال ذلك تأكد أن كريس قد غادر، فذهب هو أيضا لمواجهة صوفي. حاول دانيال ضربها بالقلم وأصر على أن تنظف الصف، وفي تلك اللحظة وصل ألكسندر للدفاع عنها. لم يتردد ألكسندر وضرب دانيال في وجهه على الفور، ومن خلال هذا أدرك دانيال مقدار ما عانته صوفي على يد إخوتها بالتبني في حياتها السابقة. وفي طريق العودة إلى المنزل وعد ألكسندر صوفي أنه لن يسمح لأي أحد بمضايقتها مرة أخرى. وفي الوقت نفسه حفظ ألكسندر رقمه في هاتف صوفي وقال لها: إذا أزعجك أحد اتصلي بي، سأصل فورا. وأثناء قيادتهم السيارة توقفت فجأة، فسقطت صوفي في أحضان ألكسندر لأنهما كانا جالسين قريبين من بعضهما. شعر كلاهما بالتوتر والحرج، وسرعان ما اعتذرت صوفي وانتقلت بعيدا. أثناء الغداء أخبر ريتشارد ألكسندر أن صوفي وهو سيذهبان في رحلة معا لمدة يومين، وذكره بالعناية بها أثناء هذه الرحلة. وكما كان من قبل قضى ألكسندر وقتا مع صوفي لمساعدتها في الدراسة، وهذه المرة انضم إليهم كريس أيضا. شرح ألكسندر كل شيء بصبر، وكانت صوفي تستمع بعناية كبيرة. نظر ألكسندر إليهما ورأى أن كل من صوفي وكريس قد غفوا عن النوم. وعندما حاول إيقاظ صوفي وضعت رأسها عليه واستمرت في النوم، وبدل أن يوقظها أيقظ كريس وطلب منه مغادرة المكتب. ثم حمل صوفي بعناية وأخذها إلى غرفتها، وعندما حاول أن يضعها على السرير اقتربت منه أكثر وجلست معتقدة أنها تحلم. وعندما أدركت أن الأمر حقيقي وليس حلما ركضت إلى غرفتها في صباح اليوم التالي. في وجبة الإفطار في اليوم التالي حاول ألكسندر التحدث معها عن ما حدث، لكنها تجاهلت وقالت إنها متأخرة على المدرسة. وفي تلك الليلة ذهبت صوفي إلى السينما مع كريس، بينما خرج ألكسندر ليشتري بعض الماء. وفي نفس الوقت رأى دانيال وأوليفيا صوفي، فركض نحوها محاولين تخويفها. قالت أوليفيا: لا تظني أنك مهمة فقط لأنك الآن جزء من عائلة غنية. إذا طردك ريتشارد فلن يكون لك مكان تذهبي إليه، ستخدميننا كما كنت تفعلين من قبل. وصل كريس في تلك اللحظة وسمع كل شيء، فوبخ أوليفيا وأجبرها على الاعتذار لصوفي قبل أن يتركها تذهب.
وعندما عادت صوفي وألكسندر إلى المنزل فوجئت بأن ألكسندر قد اشترى لها حقيبة جديدة لأنه لاحظ أن حقيبتها القديمة تالفة. شعرت صوفي بسعادة كبيرة وشكرته كثيرا. وفي اليوم التالي في المدرسة أبدى زملاؤها إعجابهم بالحقيبة الجديدة وقالوا لها إنها غالية وقيمة. أدركت صوفي أن ألكسندر اشترى الحقيبة لها مما جعلها تحبه أكثر. ومن شدة الغيرة تأكدت أوليفيا من أن صوفي وأصدقاؤها غائبون عن الصف، ثم حاولت تقطيع الحقيبة الجديدة. وعندما عادت صوفي إلى الصف ورأت الحقيبة تالفة عرفت على الفور أن أوليفيا هي من فعلت ذلك، لأنه لم يكن هناك أحد آخر يمكنه القيام بمثل هذا التصرف. وعندما واجهت صوفي أوليفيا تظاهرت الأخيرة بأنها لم تسمع شيئا. لاحظ كريس ما حدث ووبخها، لكن أوليفيا لم تكترث واستمرت بالادعاء بأنها لم تفعل شيئا، محاولة التظاهر بالبراءة. رفض كريس التحدث مع أوليفيا إلا إذا كان لديه دليل واضح. لقد بلغ حد صبره وكان على وشك فقدان أعصابه. كاد أن يضربها، لكن صوفي أوقفته، مذكرته بألا يقع في المشاكل بدون سبب. وعندما عادوا إلى المنزل لاحظ ألكسندر أن صوفي كانت منزعجة، فسألها عن السبب، لكنها لم تخبره بكل شيء، واكتفت بالقول إنها شعرت ببعض التعب فقط. أما كريس الذي لم يستطع الاحتفاظ بالأسرار فقص على ألكسندر كل ما حدث، فقام ألكسندر بتهدئة صوفي ووعدها أنه سيحقق لها العدالة. على الفور اتصل بمساعده وطلب منه الحصول على كل تسجيلات كاميرات الأمن في المدرسة خلال ساعة واحدة، لأنه أراد أن يعرف بالضبط من كان وراء كل هذا. في اليوم التالي في المدرسة علمت صوفي من صديقتها أن الجميع عرف أن أوليفيا قد قطعت حقيبتها، وأن الفيديو الخاص بذلك انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. أدركت صوفي فورا أن ألكسندر هو من تولى حل المشكلة. في تلك اللحظة أحضرت أوليفيا دانيال لتتهم صوفي، مدعية أن الفيديو مزيف وأن صوفي تكذب. حاول دانيال الذي لم يتعلم الدرس من قبل ضرب صوفي بالقلم، لكن ألكسندر وصل في الوقت المناسب وأوقفه. وبسهولة أثبت ألكسندر أن الفيديو حقيقي. أجبر أوليفيا على الاعتذار وألزمها بدفع ثمن الحقيبة كتعويض لصوفي. ورغم أن الحقيقة أصبحت واضحة للجميع، ذهبت أوليفيا إلى منزلها وكذبت على إخوتها وأقنعتهم أن الحقيبة سقطت عن طريق الخطأ على الأرض بينما كانت صوفي تضعها على مقعدها. حاولت أوليفيا إقناع إخوتها بأن صوفي كانت تعرف ما حدث، لكنها تكرهها فقط وتريد أن تزعجها. في الوقت نفسه أخذ ألكسندر صوفي إلى ضجر الحلوى لتشتري لنفسها شيئا حلوا. ترددت صوفي في الاختيار بين بعض الخيارات، فقام ألكسندر بشراء كل ما أرادت لها. وعندما عاد إلى المنزل بدأ ألكسندر في تعليم صوفي مرة أخرى، وخلال الدرس وجد نفسه غير قادر على أن يزيح عينيه عنها. كانت نظراته واضحة، فقد أعطت شعورا بأنه يحبها رغم أنه حاول إخفاء ذلك. وعندما لاحظت صوفي أنه يحدق بها شعر ألكسندر بالإحراج وخرج من الغرفة. في اليوم التالي وبينما كانت صوفي تغادر المدرسة فوجئت برؤية والدها وجميع إخوتها في انتظارها. أراد والدها أن تأخذها معه إلى المنزل لكنها رفضت، ثم أجبر إخوتها على أخذها معه ضد إرادتها. أوليفيا بلعبها في ذهن ألكسندر جعلته يظن أن صوفي تسيء إليه، كما جعل إخوتها يجعلون صوفي تركع وتعتذر. كان والدها يريد أن يأخذها للمنزل لتزوج من رجل أعمال أكبر سنا وغني لتأمين مصالح العائلة. تذكرت صوفي حياتها السابقة حيث فقدت حريتها لنفس السبب، فرفضت أن يسيطروا على حياتها مرة أخرى، وأخبرتهم بأن عليهم المرور فوق جثتها إذا أرادوا إجبارها على هذا الزواج. غضب والدها وحاول ضربها مرارا على أمل أن يغير رأيها، وعندما رأى عزيمتها قال لها إن هذا خطأها وأغلق إخوتها في القب كعقاب. وعندما علم ألكسندر أن صوفي قد أخذت من المدرسة ضد إرادتها ذهب على الفور إلى المنزل مع فريق الحراسة الخاص به، وعندما وجدها في القب دخل دون أن يهتم بأي شخص آخر موجود. شعرت صوفي بالأمان عندما رأت ألكسندر، لكنها من شدة التعب أغمي عليها. حملها ألكسندر إلى الطابق العلوي وجعل الحراس يعاقبون إخوتها بكسر أيديهم قليلا انتقاما لما فعلوه. في المنزل فحص الطبيب صوفي وأكد أنها لم تصب بأي كسور، لكنها بحاجة للراحة وعدم الحركة كثيرا. ظل ألكسندر بجانبها طوال الليل قلقا جدا لدرجة أنه لم يتركها حتى غفى قليلا. وفي صباح اليوم التالي عندما حاولت صوفي النهوض حملها هو إلى الأسفل وأطعمها بنفسه. بالكاد تمكن والدها من إخبار إخوتها الذين اصطفوا في المستشفى أنهم يجب أن يعتذروا لصوفي، ووعد ألكسندر أنه سينتقم منهم في الشركة إذا حاولوا أي شيء مرة أخرى. كانت الشركة على وشك الإفلاس. على الفور أخذ ألكسندر إخوة صوفي وواجههم، ولتهدئة الأمور استمروا في الاعتذار.
ثم قال لصوفي إنه آسف على كل شيء، ولم يكن يعلم كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد. لكن صوفي لم تسمح لكلماته أن تؤثر عليها، وبعد أن قام ألكسندر بتعويضها بمبلغ 4 ملايين عن الأضرار التي تسببوا بها، أوضحت صوفي أنها لن تغفر له أو لأطفاله أو لأي شخص متورط، وأنها لا تريد رؤيتهم مرة أخرى. بعد أن غادر، ساعد ألكسندر صوفي في الدراسة، وعندما انتهيا لاحظت صوفي أنه نسي ساعته. ذهبت لتعطيها له، لكنه كان قد انتهى للتو من الاستحمام وخرج من الحمام، وبالصدفة اصطدمت به وكادت تسقط، لكن ألكسندر أمسك بها في الوقت المناسب وحملها في ذراعيه. محرجة ركضت صوفي إلى غرفتها، بينما وقف ألكسندر خارج الغرفة ضاحكا منها. في صباح اليوم التالي خلال وجبة الإفطار، علمت صوفي من كريس أن اليوم هو عيد ميلاد ألكسندر، فقررت أن تشتري له ربطة عنق كهدية. وفي المتجر صادفت أوليفيا التي كانت أيضا هناك لشراء هدية لدانيال بمناسبة عيد ميلاده. حاولت أوليفيا على الفور تخويف صوفي، وأخبرت موظف المتجر أن صوفي فتاة ريفية لا تستطيع شراء أي شيء، وطلبت منه أن يطردها. وفعل الموظف تقريبا كما قالت أوليفيا، لكن مدير المتجر تدخل وبخ أوليفيا وأجبرها على المغادرة. ثم أخبر المدير صوفي أن المتجر ملك لها الآن لتستخدمه، لأنه ملك لألكسندر الذي أوكل لها المهمة شخصيا. وفي تلك الليلة ذهبت صوفي إلى حفلة ألكسندر في الفندق، وهناك صادفت دانيال وأوليفيا وأصدقائهم. افترض دانيال أنها جاءت بمناسبة عيد ميلاد ألكسندر، لكن صوفي أخبرته بهدوء أنها غير مهتمة على الإطلاق. في حفلة ألكسندر تجاهلت صوفي الجميع وسارت متجاوزة إياهم، لأنها لم ترغب في تذكر عيد ميلاده. شعرت زارا صديقة ألكسندر بالغيرة من صوفي، وحاولت مضايقتها قائلة إن ألكسندر لن يرتدي ربطة العنق التي اشترتها صوفي لأنها رخيصة. لكن ألكسندر فاجأ الجميع وقال لصوفي: تعالي وساعديني في ارتدائها، مما أحرج زارا في نفس الوقت. صوفي التي لم تكن معتادة على الشرب أخذت رشفة صغيرة فقط من كأسها، وعندما اقتربت من ألكسندر لمساعدته في الربطة أغمي عليها وسقطت في أحضانه. على الفور غادر ألكسندر الحفلة معها وأخذها إلى المنزل. في اليوم التالي اكتشف ألكسندر أن صوفي موهوبة في الرسم، فاقترح عليها المشاركة في مسابقة ستقام خلال أيام قليلة، وأخذها إلى مكان خاص للتدريب والممارسة لمدة يومين. وفي مكان التدريب رأت أوليفيا صوفي جالسة ترسم، وامتلأت بالغيرة والخوف لأنها لم ترغب في فوز صوفي. قامت أوليفيا برمي علبة ألوان عليها قائلة إن شخصا مثل صوفي لا يمكن أن يفوز أبدا. لكن هذه المرة لم تعد صوفي تتحمل الأمر، فردت على أوليفيا وضربتها بقلم رصاص. حاولت أوليفيا الانتقام، لكن ألكسندر وضع سترته على صوفي لحمايتها. بسبب اهتمامه ولطفه غضبت أوليفيا جدا، ففي حياتها السابقة كانت باردة وقاسية مع أخت ألكسندر، لكنه الآن كان يحمي صوفي. كما جعل ألكسندر الحراس يرمون الألوان على أوليفيا كما فعلت هي بصوفي من قبل، وأخبرها أن تنسى المشاركة في المسابقة، مما أغضبتها تماما، وأقسمت أنها لن تنتقم من صوفي. وفي الوقت نفسه أخذ ألكسندر صوفي إلى فندق قريب لتغيير ملابسها المتسخة. حاولت صوفي إغلاق سحاب فستانها، فساعدها هو، وشعر بالحرج والقلق من أنه إذا بقي طويلا قد يفقد السيطرة، فاعتذر سريعا وقال إنه لديه عمل. أصرت صوفي على الذهاب معه إلى الشركة، مصممة على ألا تترك خلفه. لاحظت زارا التي كانت عائلتها تمتلك الشركة صوفي وشعرت بالغيرة. حاولت ألا تظهر ذلك أمام ألكسندر لأنه كان في اجتماع. قال ألكسندر لصوفي أن تنتظر في المكتب حتى ينتهي من الاجتماع، فاستغلت صوفي الفرصة لإرسال تحذير لطيف لزارا، مشيرة إلى أنها لا يجب أن تظن نفسها أكثر من أخت ألكسندر. عندما أنهى ألكسندر الاجتماع لاحظ أن صوفي تبدو منزعجة، فسألها عن السبب، لكنها لم تخبره بشيء، معتقدة أنه قد يحب زارا وترغب في تجنب المشاكل. في اليوم التالي في المدرسة رأت أوليفيا أن اسمها قد أزيل من قائمة المسابقة، فغضبت أكثر عندما رأت اسم صوفي على القائمة. وعندما وصلت صوفي اتهمتها أوليفيا باستخدام علاقاتها بدلا من موهبتها، وبدأت في إهانتها أمام الجميع. انضم كريس إلى أوليفيا في مضايقتها، وقال علنا إنه يعلم أن صوفي لا تستطيع الرسم، وأنها كانت دائما تغار وتسرق أعمال مايا وتدعي أنها لها.
هذه المرة لم تبقى صوفي صامتة، فقالت لكريس إن هو وإخوته عميان، وإنه لو كان منتبها لكان يعرف منذ البداية أن أوليفيا كانت تتنمر عليها وتسرق أعمالها. أدرك كريس لأول مرة أن صوفي تقول الحقيقة، لكن أوليفيا سرعان ما تظاهرت بالبراءة وتظاهرت بالبكاء لتجعل الجميع يعتقد أنها الضحية. غادرت صوفي وذهبت إلى والدها وإخوتها الذين صدقوا تمثيل أوليفيا. وفي تلك الليلة عندما عاد كريس وصوفي إلى المنزل حاولا إقناع ألكسندر بالسماح لهما بالخروج للشرب، فوافق ألكسندر، لكنه راقب صوفي عن كثب لأنه يعلم أنها لا تشرب، ومراقبته لهما كانت من مسافة بعيدة. لم تستطع صوفي الاستمرار في تمثيل القوة وقررت في النهاية ألا تخرج، وفي تلك اللحظة كادت أن تسقط، لكن كريس أمسك بها في الوقت المناسب وسقطت في أحضانه. وعندما حملها إلى المنزل وحاول وضعها على السرير اقتربت منه أكثر. أصبحا قريبين جدا وكاد أن يفقد السيطرة، لكنه تمالك نفسه مذكرا نفسه بأنها مثل الأخت بالنسبة له لا أكثر. وفي صباح اليوم التالي استيقظت صوفي وهي تتذكر ما حدث في الليلة السابقة، ووبخت نفسها على ما حدث. وعندما علمت من أحد المساعدين أن كريس ذهب إلى العمل اعتقدت أنه قد يكرهها بسبب ما حدث ولن يريد رؤيتها مرة أخرى. وفي نهاية اليوم الدراسي عندما غادرت صوفي المدرسة فوجئت برؤية أوليفيا وإخوتها في انتظارها. تظاهرت أوليفيا باللطف أمام الجميع حتى لا يشك أحد في أنها كانت تتنمر على صوفي، لكنها صوفي كانت تعرف ما تخطط له أوليفيا فدفعتها وقالت لها أن تتوقف عن الأكاذيب. كما أدركت صوفي أن أوليفيا وإخوتها يريدون منها التدخل مع ألكسندر لأنهم يستهدفون شركة والدهم ويأملون أن تؤثر صوفي عليه لصالحهم. رفضت صوفي الامتثال لأوامر أوليفيا وإخوتها، غضبوا وطلبوا 10 ملايين كتعويض عن كل الأموال التي أنفقها والدهم عليها. في تلك اللحظة وقف سونغ أحد زملاء الصف للدفاع عنها. قال لهم إنه إذا أرادوا المال فعليهم أن يطلبوه مباشرة من ألكسندر لأنه سيدفع لهم. وبسبب شهرة ألكسندر وسمعته لم تتمكن أوليفيا وإخوتها من الجدال. أخذ سونغ صوفي ومشى بها بعيدا. حاولت أوليفيا ملاحقتهم محاولة التلاعب بصوفي وسونغ، وقالت إن صوفي يجب أن تتزوج العريس الذي اختاره والدهم لإنقاذ الشركة لأنه سيدفع مهرا كبيرا. عندما عادت صوفي إلى المنزل مع سونغ رأى ألكسندر ذلك وشعر بالغيرة. أصبح أكثر انزعاجا عندما أخبرته صوفي أن سونغ شخص جيد ولطيف. ذهب ألكسندر إلى غرفته غاضبا وقرر ألا يأكل مع صوفي رغم أنها لم تفهم سبب غضبه. حضرت له صوفي الطعام وأقنعته بتناوله، وخلال إطعامه فقد ألكسندر السيطرة وقرص خدها. صدم كلاهما وشعر بالحرج الشديد. أخبرها أن تبتعد لأنه شبع، ولام نفسه لأنه لم يستطع مقاومة مشاعره. وفي الوقت نفسه ذهبت أوليفيا وإخوتها لمقابلة العريس مخططين لإجبار صوفي على الزواج حتى يساعد مهرها الشركة. في اليوم التالي اتصلت أوليفيا بصوفي لتأخذ سوار والدتها، وعندما ذهبت هاجمها إخوة أوليفيا وأخذوها إلى غرفة العريس لإجبارها على الزواج. سمع ألكسندر الذي كان بالقرب صرخاتها ففرع لإنقاذها في الوقت المناسب. أمر حراسه بكسر أيدي وأقدام إخوة أوليفيا قليلا كعقاب، ثم سلمهم للشرطة. وعند عودتهم إلى المنزل زال تأثير المخدر عن صوفي، واعترفت أخيرا بأنها تحب ألكسندر. لم يعد ألكسندر قادرا على إخفاء مشاعره فأعرب عن حبه لها، وفي النهاية أصبح معا وعاش حياة سعيدة. وهنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم.